كشفت شركة فار جروب المغربية المختصة في الصناعات العسكرية عن أول عربة عسكرية مصنعة مغربية تحمل اسم الأسد الأفريقي. الرئيس التنفيذي للشركة، وهي أول شركة مغربية في صناعة الدفاع، يوسف منظور، أعلن في شريط فيديو ترويجي عن عزم الشركة تقديم أول عربة عسكرية مغربية الصنع باسم الأسد الأفريقي، وذلك خلال الملتقى الدولي للأيام الصناعية في نسخته ال5 التي ستنظم في مدينة طنجة تحت عنوان الاستثمار الصناعي محرك التشغيل والازدهار الاقتصادي، المنتظر تنظيمه يوم 28 و 29 من أبريل الجاري. ويأتي الكشف عن قرب تقديم أول عربة عسكرية مغربية ليترجم سعي الرباط نحو بناء صناعة عسكرية وطنية كخيار استراتيجي يمكنها من مواجهة المخاطر في منطقة ملتهبة وغير مستقرة، وهو السعي الذي توالت بشأنه إشارات كثيرة خلال السنوات ال4 الماضية لتكشف عن تحول نوعي في السياسة الدفاعية والأمنية المغربية. دخول المغرب مجال التصنيع العسكري المتقدم يأتي تنفيذا لام الأمر اليومي الذي أصدره عاهل البلاد الملك محمد السادس في 14 من مايو 2019، والذي أكد فيه أن القوات المسلحة الملكية ستهتم ببرامج البحث العلمي والتقني والهندسي والعمل على تعزيزها وتطويرها في كل الميادين العسكرية والأمنية على المستويين الأفريقي والدولي، من أجل تبادل الخبرات والتجارب ومواكبة التطور المتسارع في ميادين الأمن والدفاع.